الناس اللي هتكتب المميزات الاول بدا يبقى عندهم تصالح مع الذات وبقى بيعرف يقيم نفسه بصوره صحيحه. لو بدا يكتب بعيوبه الاول هو عينه انتقاديه لنفسه ولغيره. هو ليه بحب اشوف عيوب الاول؟ عايزه اصلحها. طب حلو، انا همشي وراك. فتكتبي عيوب الاول، صلحتيها وما حصلش، فهميني من غير ما تقول ليه يا جدعان. هو انا لو عاوزك، انا عاوزك تبقي احسن، هطلع العيب بتاعك الاول ولا اقول لك الميزه عشان اقول لك في ده عاوزين نظبطه؟ يعني اقول لك اول لما تعملي لي مكرونه بشاميل اقول لك ناقصه ملح، واقول لك تحفه وعاوزه حته ملح بس، عاوزه حته ملح. انهي فيهم اللي يخليك متقبل انك تعمليه؟ فانا لما شخص ابتدي اشتغل على المميزات بتاعتي اللي هو بص انا عارف ان انت ايه، انت برافو انك وصلت لده، ممكن نظبط دي كمان. فانا ليه ابتدي مع نفسي بسلبياتها قبل ايجابياتها؟ لو عارفه انها كويسه يبقى حوار الدخل مع نفسي مركز ان عندي كويس، انا حلو وعاوز ابقى احلى مش وحش، وعاوز ابقى ما بقاش وحش. اللي هو تشرب ايه؟ ما بشربش قهوه. انا فهمت ايه؟ طب هجيب لك مغاد، هجيب لك حلبه، فاهماني؟ هجيب لك بوبه. وصلت؟ فاللي هو ما تقول اللي انت عاوزه. انا بقى لو انا لساني جوه نفسي بيقول لنفسي الحلو، لما اجي اطلب من اللي حواليا هقول له انت ما بتكلمنيش، ما بتتصلش، ما بتعبرنيش، بتنسى، فاهماني؟ ولا هقول انا بحب لما انت تكلمني، انا عارف ان انت مشغول بس ممكن الحته دي بس تظبطها لي.